السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا ارحب بكم جميعا، يعني كل المشاركين معانا في هذا النشاط اللي رمزه معناه ان احنا ممكن بالحجم الكبير ده نبقى متجمعين عشان هدف واحد، هدف بناء، هدفه وحدة، هدفه عدم اختلاف. أنا لما أجيب شباب من مصر مع شباب من الجيش مع شباب من الشرطة، بقول ببساطة خالص، وكمان أي حد من المجتمع عايز يشارك معانا، بقول له احنا ممكن قوي. لازم نعرف بعض كويس، ولازم كمان نحب بعضنا كويس وما نختلفش كتير. انا لما اجيب شاب من الجامعة واقول له تعالى وقف جنب اخوك اللي هو هيتخرج من الشرطة، شفته؟ هو اخوك، هو بيحبك وانت كمان تحبه. لما اجيب كمان شاب من الجامعة واقول له خليك مع اخوك طالب الجيش اللي هو طالب الكليات العسكرية، خليكوا مع بعض، اعرفوا بعض، اصل انتوا مش غربة عن بعض، انتوا كلكم مصريين. الهدف مش فكرة ان احنا نعمل نشاط ونعمل رياضة بس، لا، ده في رمز للموضوع، رمز الوحدة، وحدتنا كلنا كشعب. احنا عاملين النشاط ده عشان كده، والفكرة بتاعته مبنية على ان احنا عندنا كتير قوي يجمعنا، مش النشاط الرياضي، لا، احنا المصريين نتجمع على قلب رجل واحد ولا نختلف ابدا. النقطة التانية، انا كنت اتكلمت على القوة الذاتية للمصريين، وناس كتير توقفت قدام الكلمة ديت، يقول لك يعني القوة الذاتية دي هتعمل ايه يعني؟ النهاردة احنا عاملين حسابنا في حدود 20-30 كيلو حسب ما هنقدر نكمل. باختصار، الساعة ونص او الساعة بالوسيلة دي تودي حضرتك الجامعة او تودي حضرتك الشغل او تودي حضرتك، ممكن حضرتك، طبعا حضرتك لو حضرتك راكب عربية هتدفع تقريبا 4 جنيه في 20-25 كيلو دول، ومصر هتدفع 8 جنيه في 20 كيلو دول. يعني انا لو اتمشيت ان كنت اقدر او وهيت وسيلة زي كده، يبقى انا في اليوم اللي هعمل فيه ده حد مصر 16 جنيه. ايوه، طب لما يكون في معايا بقى 3000 بيعملوا كده، يبقى في اليوم بكام؟ انا قلت على ايه؟ على مشوار واحد، مش كل المشاوير. ايوه، مش هتتبني بلدنا غير كده. تتبني بلدنا ان حضرتك تبقى قادر على انك تشارك في بنائها وتديها وتقول طب انا هجيب لها منين؟ صحيح، بس في نقدر نجيب لها. الدولة بتدي في الشهر لرقم زي اللي قدامي ده تقريبا دعم 300,000 جنيه، 300,000 جنيه، يعني تقريبا نص مليون جنيه. ده لو كان معايا 1000 ولا 1500، انا الحساب ده معمول على 1500. طب لو عملوه نص مليون يبقى كام في اليوم؟ طب في الشهر بكام؟ طب في السنة بكام؟
انا قصدت برضو من دي الرمز. حب البلد مش كلام، هو كلام ان انا اجي اقف ونتكلم في المواضيع دي. ايوه، كل صغيره وكبيره نتصدى ليها ان شاء الله، عشان في يوم من الايام هيكتب التاريخ ويقول ان المصريين ساهموا كلهم وتحملوا كلهم في فاتوره بناء دوله قويه حديثه. الناس فيها بتختار صحيح، الناس فيها بجد بتحترم حقوق انسانيتهم، محدش بيتألم. صحيح مفيش حاجة هيبقى مثالي يعني، لكن يبقى الأصل عندنا إن إحنا بنحترم بعض وبنحب بعض وبنحافظ على بعض، ومحدش بيأذي. زي ما شفنا كده من كام يوم، يا أنت تعمل في عرض مصر كده بناتنا ونسائنا حد يقدر يبص لهم؟ مش يا والله قريبا هيجي يوم اللي هيبص هناخده بالقانون. اللي هيبص مش بنتي تمشي في الشارع مش آمنة ولا ايه؟ دي الحرية الحقيقية وحقوق الإنسان الحقيقية كده. انت بتكلمني في حقوق الإنسان وبناتنا في الشوارع يتعامل معاهم كده؟ بتصور عشان تفضح عرضك وتفضح وطنك؟ ده اللي بتصوره؟ هل الموضوع ده يستحق مني كده؟ ايوه نعم، يستحق مني ان اي انسان في مصر لا يساء اليه واحنا موجودين او احنا شايفين ده ما نسكتش عليه. وارجو ان اليوم ينتهي بسلام، والنهارده الجمعه يا رب في الوقت الطيب ده يسمع مننا ويحمي بلدنا ويحميكوا ويحمي كل المصريين ويعيننا ويساعدنا ان احنا نحقق امال واحلام المصريين. انا متشكر على كل من شارك معانا من الدولة المصرية، من السادة الوزراء، من السادة الاعلاميين، من السادة الفنانين والسيدات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أنا بشكركم كلكم، وأنا قلت في البداية إن إحنا بنقول ده طريق، دي بداية. شفتوا البداية بتبقى عاملة إزاي صعبة في الأول، وبعدين جينا خلصناها. شوفوا سهلة إزاي لما خلصت، وكلنا مبسوطين إن إحنا هو رياضة صحيح، لكن هو معنى الطريق صعب، لكن لازم هنتحرك عليه. هننجزه؟ نعم، هننجح فيه بفضل الله، مفيش كلام. أنا بحب الناس وبحترم الناس وبحب الناس تعيش بحرية بجد، وأنا كمان بحب كل الناس. ربنا خلقني كده. كل من موجود وأنا ما ذكرتوش من فضلكم أنا بشكره وبقول له اوعوا تفتكروا إن كل واحد فينا ملوش دور. ليه دور، ودور مهم جدا جدا. من أول كل مؤسسات الدولة، نعم، كل أفراد، كل بني آدم موجود. وقلت إن الطريق كان في الأول يا هنمشي ده كله؟ أيوة. طب هنخلصه؟ صحيح. يا رب يكون معانا وساعدنا. في أغنى منه؟ ما فيش أغنى منه. يساعدنا ويدينا وينصرنا ويكرمنا. وشوفوا الدنيا حوالين منكم عاملة إزاي. مصر لا، محدش ابدا بفضل الله هيقدر يقرب من هنا ابدا. انا متشكر جدا جدا، ودايما مع بعض، دايما مع بعض. انا اخوكم ومنكم ومعاكم ومش احسن منكم. انا زيكم، انا زيكم. متشكر جدا جدا، متشكرين.